النهارده بقى قلنا نعمل لكم زياره للشيف حسن حمدي عبد الفضيل في محله. استنى كده يا شيف حسن، يعني انا عايز اسالك سؤال. بما ان احنا في المحل عندك على راسنا انت من غير مقدمه، الناس اللي بتعمل الكفته في البيت بتسيل وبتقع على الفحم، النصيحه ايه؟ النصيحه ان هي مثلا ما تحطش البصل مفروم معاه. تبشر البصل على المبشره وتاخد التفل بس منه على قلب اللحم. تمام. كده يمسك معاك. قول لي بقى المرحله الثانيه، انت رايح تعمل ايه دلوقتي؟ المرحله الثانيه هسحب الكفته اهوت بعد ما تخلص. كده لان اللحمه بالذات عايز تبقى ماسكه نفسها شويه. تمام. الطبق ده من عند الشيف حسن حمدي عبد الفضيل يا جماعه. طبعا بسلطاته بحاجته. كل حاجه ده تقريبا نص كيلو يا شيف حسن. ده نص كيلو. نص كيلو. يعني انا جاي النهارده بزوره على ان الراجل ده ارخص الاسعار في محلات الكباب. تمام. كمان احنا النهارده جايين له فجأة، فانا حبيت ان انا انقل لكم الصوره. متعود انا ده منظر الكيس اللي هيجي لك عند البيت. الشيف حسن او كمان معاملته مع الناس كويسه جدا. وده حاجه على راسنا الناس. الفراخ المشويه يا شيف حسن. تمام. هل لو الفرخه كبيره ممكن يعني ما تبانش معاك على الفحم او ما تستويش معاك على الفحم؟ لا، هو كل حاجه ولها مرحلتها. يعني مثلا لو الفرخه 2 كيلو بتعمل زي ما هي عادي بقى كده، انما لو الفرخه مثلا 2 كيلو ونص او 3 كيلو بتعمل حاجه اسمها الشيش اسكندراني، بعضمها زي ما هي بس تقطع بدل 4 تبقى 8 عشان تديني مجال في السوا شويه. طيب هنرجع تاني للكفته. تمام يا شيخ حسن. تمام. وهنقول انت الكفته دي اللي المقادير بتاعتها ايه كده، حاجه على السريع يعني. انت بنروح عند الجزار مثلا بنقطع مثلا وليكن 2 كيلو لحمه زي ما تقطع مثلا، نحط على 2 كيلو لحمه مثلا بصلتين بالكتير قوي مع 2 كيلو لحمه. وبنحط عليهم حاجه اسمها تقطيش دهن، بس مش الدهن اللي هو السمين. الدهن اللي هو يديني طعم اللحمه. ما يدينيش سمونيه في بقه ولا كده. تمام. وطبعا بقى بحط عليها البهارات، طبعا جوز الطيب، فلفل اسمر، الملح، فصين توم. ممكن بقى في ناس بتحب الفلفل وفي ناس ما بتحبوش حسب الطلب يعني. بس. طيب قول لي يا شيخ حسن، انت يعني الصنعه انت اتعلمتها ولا يعني انت كنت شغال عند حد او شغال مع حد؟ انا بقالي في المهنه ديت بالظبط 22 سنه بفضل الله يعني. واخدها من اول لسه في 5 ابتدائي بفضل الله. تمام. قعدت اشتغلت في محلات كتير قوي. اشتغلت عند المحمدي، عند العناني، اشتغلت برضه في مدينه نصر. سافرت الامارات. يعني الموضوع مش اجتهادي. مطعم اسمه ابو شقره، سافرت الامارات قعدت فيه 4 سنين. مطعم معروف جامد يعني في دبي. فالحمد لله لفيت كتير يعني، الحمد لله يعني. بقالي بالظبط 22 سنه. تمام. بفضل الله يعني. تمام. واحنا بقى هناخد كمان، بما ان احنا عند الشيف حسن، هناخد بقى ايه جوله معاه كده ونقول له التتبيله بتاعتك بتاعت الفراخ انت بتعمل فيها ايه، بتحط فيها ايه، بس واحده واحده كده عشان نكتب للناس. التتبيله ديت عباره عن بالظبط، ده التتبيله اللي تمشي مع اي حد. ست بيت، اي حد كان ايا كان يعني. عباره عن اول حاجه مثلا بصلتين. اول حاجه واحد بصلتين. ما نكترش البصل على التتبيله، لان ساعات الستات اللي بيحطوا من 5 بصلات وكده، حتى لو هم 10 فرخات هم البصلتين برضه. تمام. فرختين هم برضه البصلتين. تمام. بصلتين، 3 طماطمات. على مهلك عليا 3 طماطمات. قرنين فلفل. قرنين فلفل زي ما انا شايف كده. ماشي. وطبعا بنحط بهارات. يبقى بصلتين و3 طماطمات وقرنين فلفل ونص كوبايه خل. ونص كوبايه خل على التتبيله. ولو في ليمون ماشي، ما فيش ليمون خلاص الخل بيحل محل ليمون يعني. وبعد كده بتفرغهم في الخلاط. وبعد كده بحط عليهم بقى البهارات بتاعتي، روزماري او زعتر زي ما انا حابب بقى. طب انت حاطط ايه هنا؟ الواد حاطط روزماري وزعتر، ده بخلي دي التتبيله قبل الفرن يا جماعه. البهارات بقى بتاعت الفراخ بتاعتي ايه؟ بهارات الفراخ المشويه بتاعتي يعني. تمام. عايز بقى ازود عليها كاري، ازود كركم، ده حاجات كلها سياده. بتفرمها في الخلاط بقى يا شيخ حسن. طب يلا افرمها معانا كده. طب قبل ما تفرم وريني الفراخ انت عملت فيها ايه؟ طبعا الفراخ طبعا في ده تجهيز قبل الشوي يا جماعه. في معلومه طبعا ان الستات البيوت ما تعرفهاش، طبعا بيجيبوا الفراخ بيبقوا مقسمينها نصين بس وسايبينها. طبعا كده الفرخه ما بتستويش من جوه، تلاقي فيها دم، تلاقي مش مستوي. الشغل الصح انا بجيب الفرخه كده بالسكينه كده اهو، لازم اطلع الدبوسه دي ارفعها كده بايدك. لازم اطلع الدبوسه دي كده عشان ولا دم، طبعا اغلبيه الدم هنا كده لما تتبل الخل بياكلها مفيش فيه دم ولا اي حاجه. تمام. وطبعا الصدر طبعا ما سيبوش مقفول كده. طبعا سيبته مقفول كده الدم بيبقى فيه من جوه، لا انا فتحه لبره كده بالسكينه اهو زي ما انا شايف كده. وفي نفس الوقت الفرخه بتدي معايا نص فرخه ولا الشيف حسن بيشرح لنا عليه؟ بتدي معايا كده حاطط التتبيله عليه. كده اللي هي ايه؟ اللي انا افرمها النتاج اللي احنا قلنا عليها تفرم. تمام. طب يلا نفرم التتبيله. بسم الله. بنفرم مع بعض يا جماعه قدامكم عشان نبقى ماشيين واحده واحده. في الخلاط اهو كله. شغل عادي خالص. عمليه بسيطه بس اللي يعرف. بسيطه جدا.
بسم الله. الفرخه بتاخد لها قد ايه على النار يا شيخ حسن؟ بالظبط من تلت ساعه لنص ساعه لخمسه. من تلت ساعه لنص ساعه لخمسه. بتتبل انت كده بقى؟ بترش كده بالمنظر ده؟ بالشكل ده كده. انت بتغرقها يا شيخ حسن؟ طبعا لازم تشرب. ده غير اللي احنا بنعمله خالص. التتبيله تقعد معايا بقى في الثلاجه، ممكن تقعد اسبوع شهر زي ما انت عايز. يعني انت بتسقط الفرخه وبتطلعها منها؟ بسيبها كده اهو. تسيبها قد ايه؟ بس قبل ما اسقط الفرخه طبعا بكون مشرحها زي ما انا قلت لحضرتك كده. اقصى حاجه الفرخه في التتبيله مثلا ساعه ساعتين بالكتير قوي. يعني انت بتسيبها متبله ساعه ساعتين؟ ساعه ساعتين اقصى حاجه خالص. تمام. مثلا بقى زبون بيبقى جاي مستعجل لك مثلا عايزها بعد ساعه مثلا مستعجل. بترجع بقى معاك نقطه واحده اللي هي بقى نقطه الملح. دي تختلف معايا في الملح. يعني مثلا بحط 3 معالق ملح، لا احط 4. تمام. بس بعد نص ساعه تشرب اكتر. طيب احنا خدنا جوله سريعه يا شيخ حسن، ممكن تقول لنا الاسعار الفرخه المشويه عندك بكام؟ الفرخه المشويه عندي والله زي ما انت شايف كده الحجم دوت مثلا ب 120. تمام. كان في عندي فراخ كيلو ونص كنت عامل عليها عرض برضه ب 110، بس دي حاليا مش دي ب 120. دي ب 120 بس فرخه ما شاء الله. بص يعني 2 كيلو ما شاء الله كده. تمام. ب 120 معاها بقى حاجتها سلطه وطحينه وعيش ومخلل كل حاجه. بص يا شيخ حسن، انا بسجل معاك النهارده تمام 24/11/2022. تمام. انا عشان بحبك الله يبارك لك متعشم خير ان انا يعني في اقرب وقت هلاقيك في محل تاني وربنا موسعها عليك، عشان انت اولا بتتقن شغلك وبتحافظ على زبونك وربنا هيديك على قد نيتك وربنا يبارك لك يا شيخ حسن. الحمد لله والله ما قصرش مع اي حد والله في اي حاجه، الحمد لله يعني. بجد يا جماعه اللي دفعني يبقى ربنا مكملها كده عشان والله يعني نجاوب الخواطر وحب الناس. معاملته من احسن المعامله. كيلو الكفته عندك بكام؟ كيلو الكفته عندي ب 140. 140. تمام. ربنا يبارك لك وانا سعيد باللقاء ده. الله يبارك فيك، ده انا اتشرفت بك يا اشرف والله. حبيبي يا شيخ حسن.